بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شبابنا شباب أولى ثانوي غاليين، عاملين أتمنى تكونوا بخير. معاكم أخوكم مستر محمود عبد الله، والنهارده هنتكلم مع بعضينا على مراجعة شهر أبريل. الدنيا حلوة، الدنيا جميلة، يونتس تافهة جدا. ركز معايا والدنيا كده هتظبط معاك. اشطط واحدة واحدة بقى كده. مستر بسم الله بتكلم على أول يونت معانا. بنتكلم على يونت 10، ويونت 10 يا مستر بيتكلم على الفيوتشر. يا مستر يعني ايه فيوتشر؟ يعني مستقبل. تعالى واحده واحده بقى كده ونشوف الدنيا تمشي ازاي. اولا يا مستر كده ادالك 5 أو 6 اشكال على المستقبل. تعالى كده نفنطهم واحده واحده في اليونت اللذيذه بتاعتنا. مستر اولا كده يلا، اول حاجه اتكلم عليها، اتكلم على حاجتين، يا اما ويل يا اما يا مستر going to. يا اما ويل يا اما going to. يا مستر ويل وجوينج تو، فاكر بقى؟ افتكر معايا واحده واحده، شرحنا الكلام ده قبل كده. قلنا يا مستر ان ويل وجوينج تو الاثنين معناهم ايه؟ الاثنين يا مستر والله معناهم سوف، الاثنين معناهم سوف. طيب ايه يا مستر بقى الفرق؟ ويل يا مستر بتيجي مع الحاجات اللي هي مش اكيده. ويل يا مستر بتيجي مع الحاجات اللي هي ايه؟ مش اكيده. طب جوينج تو يا ولاد؟ والله يا مستر جوينج تو بتيجي مع الحاجات اللي هي ايه؟ اكيده. كلام جميل قوي. يعني ايه برضه اكيده يعني مش اكيده؟ زي مثلا انت في قلب الصيف، الساعة 12 الظهر، عز الحر والقرف، انت واقف في الشارع، جه حد كده بص عليك كده قال لك كابتن كابتن خلي بالك الدنيا هتمطر دلوقتي. شايف ان دي حاجة اكيدة ولا مش اكيدة؟ لا والله يا مستر تمطر ايه؟ احنا في قلب الصيف والحر والقرف. لا ما بتمطرش. فدي يا مستر كده حاجة بنقول عليها مش اكيدة، فهنا نستخدم ويل. تمام. طب going to يا ولاد، going to يا مستر حاجات اكيدة، ولكن قلنا ان going to بتيجي مثلا انت واقف في قلب الشارع برضو الساعة 4 العصر، 5 المغرب كده، الدنيا مغيمة شوية، السما بتتفتف علينا، حد يقول لك كابتن كابتن خلي بالك الدنيا هتمطر دلوقتي. حلو، يبقى هو كده حاجة أكيدة، فهنا استخدم مستر إيه؟ going to. كلام جميل. طب ويل وجوينج تو الاثنين ليهم كلمات دالة؟ أكيد طبعا. إيه مستر كلمات كانت بتدل على ويل؟ والله مستر كلمات كانت بتدل على ويل هي think maybe hope probably. دول الاشهر، بس اديك كلمات تاني. think maybe hope probably think maybe hope probably. تمام. بعد كده قلنا مثلا معايا حاجه اسمها سبيكت، لا لا لا، صياح، صياح تليفون، صياح. تعالى كده نعمله سايلنت خالص. صياح جدا 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 جدا. يلا نكمل. مستر لا مؤاخذه، probably expect، وكلمه كده شاذه نخلي بالنا منها. بص يا قلبي، مبدئيا يا مستر كده بنتكلم بنقول think اعتقد، maybe ربما، hope يأمل. والله يا مستر تحس ان كلها كلمات ميعة. ايه؟ ميعة يعني كلمات مش اكيدة. يعني مثلا اجي اقول لك والله اي هوب، انا امل ان مصر تاخد كاس العالم، بس هل انا متاكد من دي؟ لا. think اعتقد ان انت تبقى عالم ذره، فاهم؟ فكلها مستر حاجات مش اكيده، كلها حاجات ميعه كده، كلها بتدل على الموقف بتاعنا اللي هو واللي بتيجي مع الحاجات اللي هي مش اكيده. تمام. بعد كده مستر بقول لك ان ويل والله في كلمه تانية بتدل عليها وهي شور. الواد والبت من دول اللي مش مذاكرين التريكس كويس، اول لما يبص على شور ايه ده ايه ده ايه ده مستر شور اكيد فاستخدم جوينج تو، خد صفر. قلنا غلط، ما ينفعش. طب ليه يا مستر غلط ما ينفعش؟ يلا ما انا قايل لك ان شور اي نعم هي معناها اكيد، ولكن هي شاذه، لقطه شاذه. فاللقطه الشاذه يا مستر دي بتيجي مع ايه؟ مع ويل. كلام جميل. ايه بقى يا مستر الكلمات اللي بتدل على جوينج تو؟ حبيبي كلمات يا مستر بتدل على جوينج تو، تعرف ان انا معايا حاجه اسمها decide او decision. يا ابويا يا مستر decide يعني يقرر، decision يعني قرار. معايا حاجه اسمها plan يخطط، ممكن تلاقيها planned خططه، او يجي يقول لك it's a plan انها خطه مثلا، فاهم؟ معايا حاجه اسمها intend، intend يعني ينوي، او intention يعني النيه.
فتخلي بالك من دول كويس جدا جدا. اول لما تشوفهم على طول هتختار going to، بس خلي بالك going to يا مستر لازم يجي قبلها يا am يا is يا are. am is are يجي بعدهم going ويجي بعد الفعل ايه في المصدر، واللي برضه يا مستر بيجي بعدين الفعل ايه في المصدر. تعالى كده يا قلبي اما اديك مثالين سؤالين عنب كده وتشوف الدنيا تمشي ازاي. تعالى على جنب. يلا دلوقتي انت المفروض كشكولك معاك، ها؟ انت المفروض دلوقتي كشكولك معاك وقاعد بتسمع، عشان اي سؤال انت تكتب الاجابه. اي سؤال معانا هتكتب الاجابه بس. خش يا قلبي. اجي اقول لك مثلا والله اول سؤال اهو. I think you not this car. You buy. You will buy. You are going to buy. يلا واحدة واحدة. أنت معاك think. فاكر؟ يلا ها اكتب الإجابة على طول. شايف think؟ مستر think يا ولاد بتدل على إيه؟ بتدل على will. فالإجابة مستر هتبقى إيه؟ والله I think you will buy. ليه will؟ علشان think أهي كلمة بتدل على will. اللي بعده أجي أقول لك مثلا والله السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيقول لك إيه؟ I have a plan أو I planned. أنا خططت that I not a party. وخليها بقى كوريكت كده. اشتغل انت كده. اجي اقول لك والله ما بين اقواس احط لك ميك. يلا شوف ميك الاجابه هتبقى ايه. والله يا مستر تعالى كده جرب انت اعملها بقى. انت هنا معاك planned صح؟ خططه. يبقى انت كده اسمع. يبقى انت كده تستخدم going to. هتبقى going to make. كلام جميل قوي. بس مش شايف ان انت ناقصك حاجه؟ ناقصني ايه يا مستر؟ اوعى تنسى going to يا ولاد لازم يجي قبلها يا am يا is يا are. فانا هنا مستر والله going to ومعايا I فهتبقى am going to. كلام جميل قوي. خش بعد كده. بعد كده مستر بتكلم على حاجه اسمها evidence and no evidence، يعني تنبؤ بدليل وتنبؤ بدون دليل. تعال انا مستر بقول لك هنا حاجات مش اكيده، فاكيد اكيد اكيد هتيجي مع will. يبقى مستر لو انا عايز اتنبأ will حاجه اسمها with no evidence، يعني تنبؤ بدون دليل. لكن يا مستر الحاجات الاكيده يعني تنبؤ بإيفيدنس، يعني لازم يكون في دليل. مش فاهم؟ اجي اقول لك مثلا كده يلا لو جيت يا نور عيني قلت لك والله the sky is cloudy. The sky is cloudy. السماء مغيمة. It's not ما بين أقواس قلت لك it will rain. It will rain ولا it is going to rain. يلا باشا انت هنا مش بتتنبأ بدليل. حلو. طالما انت بتتنبأ بدليل ايه يا مستر اللي بيجي مع التنبؤ بدليل؟ ها يا مستر هتبقى going to. فالإجابة مستر هتبقى ايه؟ هتبقى it is go. يا نهار اسود. بص هي كانت دي. هي كانت الإجابة دي. كانت it is going to rain. تمام. بعد كده النقطتين التانيين. الكمبيوتر برضو مش سايلنت. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ احنا ممكن ايه؟ نعمل الحاجات دي كلها سايلنت يعني. طط ماشي. يلا نكمل. يلا مستر انا دلوقتي عايز اتكلم على نقطتين مهمين. ايه يا مستر النقطتين المهمين؟ تعالى دول خلي دول كده على جنب ونتكلم احنا هنا. خد سؤال وشوف وجهة نظرك. الناس اللي سمعت معايا اليونت اكيد عارفه الاجابه، بس تعالى نشوف وافكرك بيها. لو انا مثلا جيت قلت لك ايه Ali's birthday. Ali's birthday is Ali's birthday ماشي next year. He not 40. He will be ولا he is going to be. قلت لك يا قلبي والله عيد ميلاد علي next year السنة الجاية بالظبط.
عيد ميلاد علي السنه الجايه، علي هيبقى عنده 40 سنه، فانا هنا هتبقى will be ولا is going to be؟ حد يا مستر يقول لي والله يا مستر ده اكيد ان شاء الله يعني اكيد فاهم، فالاجابه يا مستر هتبقى ايه؟ هتبقى is going to. اقول لك لا غلط. الله، امال يا مستر هيجي سنه جايب عنده 39 سنه يعني اللي مش فاهم؟ لا، انا معايا قاعده والعيال اللي كانت معايا عارفه الكلام ده. اتكلمنا يا نور عيني واديتها قاعده وقلت لك ان الاعمار بيد الله وكل حاجه. الاعمار بتاخد ويل. الاعمار يا مستر بتاخد ايه؟ ويل. فانا مستر ويل من ضمن وظائفها الاعمار الايجز. بعد كده لو انا يا مستر جيت قلت لك، يبقى خلي بالك من نقطه الاعمار. لو انا يا نور عيني جيت قلت لك اسمع بقى، هو اخيرا ما ينفعش نبعد اكتر من كده؟ ماشي. طب تعالى نكتب هنا بقى. لو انا مثلا جيت قلت سلمى، بص بقى هنا، سلمى is fast. سلمى سريعة. she not the race. هي ايه السباق؟ هي اكيد هتكسب السباق. she will win ولا she is going to win ولا are going to win؟ بص هنا معايا، والله يا مستر بقول لك ايه، البت سلمى دي سريعه. هي ايه السباق؟ والله يا مستر هي السباق تكسبه ان شاء الله. فحد يجي يقول لي يا مستر والله تبقى ايه is going to، اقول لك غلط. ليه يا مستر؟ ما هي سريعه يلا، بس انا ما قلتش الاسرع. واحد اتنين، حتى لو كنت قايل ان هي الاسرع تعرف ان صفات الناس ما تعتبرش دليل، لا تثق. صفات الناس لا تعتبر دليل. don't trust people. فيا مستر هتاخد will. يبقى احنا يا مستر اتكلمنا، فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ هتبقى will win، عشان دي صفات. ممكن مثلا وهي سريعه ايه؟ تقع. ما قلتش ان هي الاسرع برضو، فاهم؟ حتى لو كانت هي الاسرع ممكن تقع، فمش حاجه مضمونه يعني. بص يا قلبي، فانا مستر كان ملخص الحته دي. انا اتكلمت على ويل وجوينج تو، قلنا مستر ويل وجوينج تو الاثنين معناهم ايه؟ سوف. ولكن ويل حاجات مش اكيده، جوينج تو حاجات اكيده. في كلمات بتدل على ويل، ايوه، ايه هي؟ think maybe hope probably. خلي بالك من sure. طيب في كلمه بتدل على جوينج تو، ايوه، intend وبلان واخواتهم، وانتند واخواتهم، وديسايد وديسيجن. تمام. بعد كده اتكلمنا على ويل، قلت لك ويل فيه حاجتين. قول بقى معايا بقى، يا اما ايه اما ايه. قلت لك خلي بالك من فكره الاعمار. قلنا الاعمار بيد الله، الاعمار بتاخد ويل. بعد كده اتكلمنا على جوينج تو، قلنا مستر ان قلنا ان برضه ويل بتيجي مع حاجه اسمها فاكر؟ قلنا ان صفات الناس لا تعتبر دليل، فهتاخد ويل. بعد كده مستر الجزء الثاني بقى، خش بقى الجزء الثاني مستر من المستقبل. اتكلمنا نور عيني على حاجه اسمها البريزنت سمبل. البريزنت سمبل او المضارع البسيط. الله، مضارع بسيط يا مستر ايه اللي جابه في المستقبل؟ قلت لك كل اللي انا عايزه تعرفها هي فكره واحده بس. ايه هي يا مستر؟ ان انا معايا حاجه اسمها جدول ومواعيد مضارع بسيط. يعني مضارع بسيط يعني والله لو انت مفرد هتاخد اس، ولو جمع هتيجي ساده، واي تعامل معامله الجمع. يعني مستر جدول مواعيد مضارع بسيط عشان مش فاهم. يلا، جدول مواعيد يعني مثلا دلوقتي احنا بنتكلم على قطوره وبتاع وكده. القطر ليه جدول، ما اكيد مش بيروح المحطه بمزاجه، لا، ليه جدول بده، فاهم؟ جدول قطر او طياره او فاهم. فوقتها غصب عنك هتستخدم مضارع بسيط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا جيت قلت لك القطر هيجي الساعه 5، ممكن حد يقول لي هيجي يا مستر ده مستقبل. كلام بالعربي مستقبل، لكن كجرامر بتستخدم المضارع البسيط. خد سؤال. السؤال يا مستر بيقول لك ايه؟ The train، القطار، not at 3 a.m. will leave is going to leave, are going to leave
بص هنا معايا كده، بقول لي يا مستر والله يا نور عيني مستر، بقول لك القطر هيمشي الساعه 3. فيا مستر انا بقول لك جدول مواعيد مضارع بسيط، يعني مفرد اس جمع ساده. دي غلط دي غلط دي غلط دي غلط. الاجابه يا مستر ايه؟ الاجابه الليفز. ليه يا مستر ليفز؟ عشان القطر ده مفرد، والمفرد هياخد ايه؟ اس. بعد كده مستر اتكلمنا على حاجه اسمها going، مش going to بقى، البريزنت ولكن continuous، المضارع المستمر. ايه ده؟ المضارع المستمر معانا برضو؟ ايوه اتكلمنا، يالا افتكر يالا معايا. اتكلمنا مثلا على المضارع المستمر، وقلنا المضارع المستمر بيتكون من ام واز وار زائد الاي ان جي. طب لا مؤاخذه نعرف منين المضارع المستمر يا ولاد؟ المضارع المستمر بيجي مع الترتيبات. يعني بس الترتيبات، يعني هتلاقي كلمه، هو كده ده سهل يا ايه القرف ده؟ يعني هتلاقي مثلا حاجه اسمها arrange. arrange يا مستر يعني يرتب. هتلاقي كلمه مثلا زي بوك، وما تقوليش بقى بوك كتاب بقى عقل بقى. قلنا يا مستر ان بوك معناها يحجز، فاهم؟ فلو انا مثلا جيت وقلت لك ايه؟ هاني بوجد، يا ابني بقى بوجد اتيكت، هي نقط ما بين اقواس he will travel ولا he is traveling. واحدة واحدة بقى يا مستر. والله يا مستر هاني حجز تذكرة، هو هيسافر. فأنا يا مستر للأسف انتهينا. تعالى كده اللون ده. فأنت يا حبيب قلبي أنت معاك بوجد. بوجد يبقى أنت كده arrangements ترتيبات. طالما أنت يا مستر ترتيبات، خد اميز ار زائد الاي ان جي، فالإجابة يا مستر هاني ده مفرد، فالإجابة هتبقى is، والاي ان جي فهتبقى is traveling. خش بعد كده على آخر جزئيتين ونبقى خلصنا اليونت ده. اتكلمنا يا مستر بعد كده على نقطة مهمة. ايه يا مستر النقطة المهمة دي؟ اتكلمنا على حاجة اسمها future continuous، المستقبل، ولكن المستقبل الايه؟ المستقبل المستمر. اتكلمنا يا ولاد على المستقبل المستمر، وقلنا ايه هو تحديدا؟ قلنا ان هو فترة محددة في المستقبل. يعني ايه؟ يعني بكرة من كذا لكذا، بعده من كذا لكذا. والله يوم السبت الساعة 25 ما تكلمنيش علشان هبقى بذاكر، هبقى بشتغل، هبقى باكل، هبقى بعمل أي حاجة. قشطات؟ فتخلي بالك إن أي حاجة من دول تعرف إن أنت تستخدم will be will ing. خد مثال على ده. أجي أقول لك يا نور عيني، أجي أقول لك مثلا أحمد tomorrow from 7 to 8 he will work ولا he is going to work ولا he will be working. بص هنا كده معايا ان انا بقول لك والله يا مستر احمد بكره من 7 ل 8 هو هيبقى بايه؟ وقت محدد في المستقبل. طالما مستر وقت محدد في المستقبل يبقى انا كده مستقبل مستمر، فانا كده استخدم will be والاي ان جي، فالاجابه مستر هتبقى will be working. اخر جزئيه في اليونت ده يا مستر، الجزئيه في اليونت ده ونبقى خلصنا نص المراجعه. بتكلم مستر وبقول ان الدنيا هنا حاجه اسمها الفيوتشر، ولكن نور عيني الفيوتشر ايه؟ بيرفكت. يا مستر الفيوتشر بيرفكت يا ولاد. ايه هو الفيوتشر بيرفكت؟ المستقبل التام نقدر نقول عليه ان هو اول لما تشوف الثلاث كلمات دول هتختاره. ايه هما يا مستر الثلاث كلمات؟ واحد باي معناها بحلول، باي زائد فتره، باي 2025 مثلا، بحلول 2030 مثلا 2030، بحلول الاسبوع الجاي، بحلول السنه الجايه. باي زائد فتره مستقبليه. واحد. اتنين in this time next وخد بقى فتره. يعني يعني زي دلوقتي زي دلوقتي الاسبوع الجاي، زي دلوقتي الشهر الجاي، زي دلوقتي السنه الجايه. فاهم؟ فخلي بالك بقى
اجي اقول لك رقم 3 in not years in 3 years in 5 years in 5 years، فاهم؟ يعني في خلال 3 سنوات، في خلال 5 سنوات كده. اول لما تشوف الثلاثه دول على طول يا مستر تعرف كده ان انت هتبقى يا اما حاجه من اتنين. اسمع بقى، هتبقى حاجه من اتنين يا ابويا، يا اما انت معلوم فهتبقى will have will be، يا اما انت مجهول فهتبقى will have been will be. تعالى كده خد سؤال. السؤال يا مستر بيقول لك ايه؟ بحلول by the next week. by the next week Ali not a nice car. Ali will buy, is going to buy. ولا will be will have bought. بص كده يا مستر سؤال زي ده، ها بص يا مستر على سؤال زي ده. سؤال زي ده يا مستر بيقول لك ايه؟ باي ذا نيكست ويك. يبقى يا مستر باي زائد فتره مستقبليه. حلو. طالما انا باي زائد فتره مستقبليه يبقى انا كده مستقبل تام. يا ترى انت معلوم ولا مجهول؟ والله يا مستر بتشوف. بقول لك علي ده يا مستر بني ادم، خلاص لما بني ادم يعرف يعمل حاجه يبقى انت كده معلوم. بما ان انت معلوم فالاجابه يا مستر هتبقى ايه؟ will have will be. فالاجابه يا مستر هتبقى ايه؟ will have. كده احنا خلاص نص المراجعه. اشطط روح بقى شوف هتشرب لك اي حاجه كده فاهم وتيجي، ويلا بينا نخش على الجزء الثاني. يلا بينا نكمل الجزء الثاني يا مستر من يونت 10. الجزء الثاني يا مستر بيقول لك يونت 10 ايه بقى؟ يونت 11. نتكلم يا مستر على حاجه اسمها reported speech، الكلام المنقول. تعالى واحده واحده بقى. الريبورتد سبيتش يا مستر او الكلام المنقول بتاعك لازم تبقى عارف اللي هو اوريدي كان 3 حاجات. ريبورتد سبيتش الجمله العاديه، وركز بقى عشان ده تقيل شويه. وريبورتد سبيتش يا مستر السؤال، ويا مستر ريبورتد سبيتش ولكن الامبيراتيف او الامر. تعالى واحده واحده بقى كده نشوف الدنيا تمشي ازاي. مستر تعالى احنا ممكن نستغرق 20 صفحه ولا حاجه. لا خفيف ما تقلقش. مستر بتكلم مبدئيا كده الريبورت سبيتش في البدايه خالص. لو انا دلوقتي بتكلم وبقول مروان انا جعان، مروان هيخلص الحصه هيروح يقول لاخوه اخويا بقول لك ايه مفيش اي اكل كده للمستر، المستر عايز ياكل. مروان راح لاخوه قال له تعرف المستر كان عايز ياكل. انا دلوقتي بقول انا عايز اكل، هو لما ينقل يقول ايه؟ المستر كان عايز ياكل. فده يا مستر بنقول عليه تحويل الكلام او نقل الكلام. تعالى واحده واحده بقى كده. اجي اهو المثال بتاعنا بقول ايه مثلا؟ ادي اهو مستر محمود said قال I am hungry. مستر محمود قال انا جعان. تعال نشوف الدنيا هتتحول ازاي. واحده واحده بقى. هقول ايه يا مستر؟ انا عايز انقل بقى الجمله دي. هقول ايه والله يا مستر؟ هقول مستر محمود يلا ها سيد قال ان انا دلوقتي اهو انا مروان اهو بنقل الكلام. تعرف ان مستر محمود قال ان هو كان جعان was hungry. ايه ده؟ هو ايه يا مستر اللي حصل ده؟ ايه احنا حولنا الجمله ازاي؟ ولا بص مبدئيا كده انت بتنزل الفعل، نزل الاسم يعني. 2 فعل القول. وعايز اتكلم معاك في حته فعل القول. فعل القول على حسب الجمله. فعل القول ممكن يبقى asked، ممكن يبقى told، ممكن يبقى worded، ممكن يبقى ordered، ممكن يبقى اي حاجه. في افعال قول كتير جدا. ممكن يعني فعل قول مستر محمود اخبره. اخبره ده فعل قول. مستر محمود قال
قال ده فعل القول، مستر محمود سأل، مستر محمود حذر، فاهم؟ فكل دي افعال قول، وكل جمله على حسب فعل القول بتاعها. ما تقلقش هنشوف دلوقتي في الاسئله. ولكن عايز اقول لك مثلا خلينا في said، وخلينا في حاجه اسمها told وasked. دول اشهر 3 افعال قول بنستخدمهم في الاسئله. يا told وادي said. تمام. 3 يا مستر. والله بقول لك ساعات كتير فاهم بنحط ذات. ذات يا مستر دي بتبقى مطلوبه في الجمل. طبعا في بعض الجمل مش بحط لها ذات، بس يعني 90% بحط ذات. 4 يا مستر انقل لي الضمير، وهنشوف دلوقتي في الاسئله. 5 يا مستر بقول لك ارجع. 6 تعال 6 ارجع جامد، وافهمك يا باشا يعني ايه ارجع جامد. 7 رجعت حط نقطه. تعالى واحده واحده كده اما افهمك الدنيا دي جت ازاي. مثلا انا هو بقول اهو مستر محمود نزل زي ما هو. تعالى كده طبق معايا الخطوات وشوف هنمشي ازاي. اول حاجه مثلا هو مستر محمود نزل زي ما هو. 2 سيد اهي سيد اهي. 3 حطيت ذات. خدت بالك من حاجه؟ بس خدت بالك من حاجه؟ انا كان في اقواس ما نزلتهاش. يبقى تعرف بقى ان لو في اقواس دي جمله لسه مش متحوله، بنقول عليها جمله عايزه ايه؟ عايزه تتحول. فاول لما تلاقي اقواس تعرف ان دي جمله ايه؟ عايزه. اشطط. بص بقى هنا، انا يا مستر هي دي الجمله اللي عايزه ايه، فبحاول احولها. فقلت مستر محمود said that. يلا الضمير، قلنا مستر الضمير ممكن يبقى هي ممكن يبقى شي، على حسب بقى. هي لو انت راجل، هي شي لو انت بنت. فانا بقول مستر محمود ده راجل، فهتبقى said that he. يعني ايه ارجع بقى؟ تعال الحاجات اللي انا هقولها دي، السبوره اللي انا هقولها دي تتبصمج. اللي انا اقوله ده تكتبه كده في ورقه كده وانت شغال معايا. اكتب الحاجات دي في ورقه. يا مستر والله لو انت ام او از او ار عايز ارجع، هتبقى يا اما was يا اما were. والله يا مستر لو انت كنت مضارع، يعني مضارع يعني لو المفرد واخد اس والجمع جاي ساده او الفعل عموما جاي ساده، هتيجي هنا هتبقى ماضي يا اما اي دي يا اما تصريف تاني. اكتب الحاجات دي معايا، اكتب عشان لما نيجي نشتغل تبقى قدامك الورقه وبتبص على الاسئله. 3 قلت لك والله يا مستر طب لو انت اساسا ماضي، يعني ايه ماضي؟ يعني اي دي او تصريف تاني، وقتها يا مستر هتبقى هاد زائد البي بي. طيب يا مستر لو انت كنت كان، هتبقى ايه؟ هتبقى could. طب لو انت شال هتبقى should. طب لو انت will هتبقى would. خلي بالك كل دول يا مستر بيجي بعدهم الفعل infinitive مصدر. تعال والله يا مستر لو انت هنا كنت الفعل فيه اي ان جي ما تلعبش فيه. يعني ايه مستر اي ان جي ما تلعبش فيه؟ يعني هو اي ان جي اهو، ما تجيش جنبه، سيبه اي ان جي زي ما هو. في ناس اول لما تلاقي فعل في اي ان جي وحط اي دي، لا ما تلعبش فيه. هو اي ان جي زي ما هو، سيبه زي ما هو. اكتب الحاجات دي في ورقه وارجع معايا كده. يلا خد السؤال اللي بعده. السؤال بيقول لك ايه مثلا؟ سؤال رقم 2 اجي اقول لك مثلا علي said I play football. يلا ها جرب حولها. والله يا مستر قول بقى حول ازاي. والله يا مستر اجي هنا بقول ادي اول حاجه انزل الاسم اللي هو مين؟ علي. سيد بعد كده 3 احط ايه؟ ذات. انت معايا اي دي اي عشان علي. علي هتبقى ايه؟ ها هتبقى هي. علي said that he بلاي ماضيها ايه يا مستر؟ بلاي ماضيها بلايد. افتكر انا كنت بقول لك لو الفعل ساده حط الاي دي. تمام.
فيا مستر هتبقى هي بلايد فوتبول. طب يا مروان تعالى كده نصعب لهم الدنيا شويه. بالمناسبه اخواتنا مروان معانا في اولى ثانوي، بس مروان الله اكبر عليه بروجرامر كده وحاجه تقيله، عرفتكم عليه في كذا فيديو قبل كده. هبقى مره كده مروان يطلع معايا كده ويلقي معايا فيديو. تعالى تعالى ده خلي الخطوات على جنب، نصعب شويه بقى كده، ومش اي حد هيستوعب اللي انا هقوله دلوقتي. تعالى لو انا مثلا جيت قلت ايه، امير said I read وكاك read عشان ممكن تبقى صعب، والله على طب تخليها I read my story، انا بقرأ قصتي. تعالى كده يلا ادي الخطوات قدامك، جرب اكتب الاجابة وشوف الدنيا هتمشي في ايه. خلي بالك هتقلوص في حاجة. انت مش معاك ورقة وقلم؟ معاك؟ طلع ورقة وقلم. استنى خد يا باشا، خد معاك ورقة وقلم دلوقتي، روح هات لك كشكول وقلم. تعال يلا انجز، فكر الدنيا هنا هتبقى ماشية ازاي. ها فكرت؟ حليت؟ اشتغلت؟ يلا يا مروان انجز، اكتب الإجابة، اكتب شوف الدنيا تبقى ماشية ازاي. يا مسهل يا مسهل يا مسهل. في أي صفحة؟ يلا مكتوب أمير سيد ما بين أقواس I read my story. انجز. يا رب تبقى حليت انت كمان، يا رب تبقى حليت. يبقى اكتب في الكومنت كده، اكتب في الكومنتس كده نشوف الايه، نشوف الدنيا عملت فيها ايه. يلا انا هحل واشوف انت حليت ايه. تعالى كده معايا يلا. اول حاجه يا مستر بقى عامل ايه؟ بنزل الاسم اللي هو مين؟ امير. بعد كده ادي امير اهي. تاني خطوه بعمل ايه؟ اقول اعمل ايه يا مستر؟ سيد. بعد كده ذات، اي هتبقى ايه؟ هي علشان امير. said that he read ماضيها ايه يا مستر؟ هي. ممكن حد يقول لي read، لا read هي. فهتبقى امير said that he read، هتبقى ايه؟ جدع الله اكبر عليك. his، خلي بالك عشان ممكن حد يعمله، بعمله سايلنت اوت. ممكن حد يقول لي والله يا مستر هتبقى ماي ستوري. ليه يا بابا ماي ستوري؟ مش انا بقول امير قال ان هو بيقرا قصته هو، فهتبقى هيز ستوري. خلي بالك بقى ممكن تبقى هيز لو راجل، ممكن تبقى هير لو واحده، فهتبقى مستر هي read his story. تمام. تعالى نعلى شويه بقى. 2 اكتب الاجابه على طول بقى، اكتب الاجابه. اجي اقول لك ايه مثلا؟ والله محمود said I can buy a car. اشتغل، شوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. يلا حل. 2 اخش انا. هاجي اقول لك يا مستر والله محمود هتبقى ايه؟ said اي دي هتبقى ايه؟ he كان. فاكر كان ماضيها؟ كان يا مستر والله بماضيها كود جدع. هتبقى هي كود. باي هتبقى ايه؟ بوت. باي هتبقى بوت صح؟ الحمار يلا، ما انا قايل لك يلا ارجع اهي. هي فين البتاع اللي انا قلت عليها مهمه اهي؟ قايل ان كود وشد بيجي بعديهم الفعل ايه؟ بالمصدر كود. بتقول لي بوت. اوعى تكون غلطت الغلطه دي. لا اكيد غلطتها، انا كل قاعد بتغلطها. اللي هو محمود سيد هي كود بوت. لا يا مستر مش هتبقى بوت، هتبقى كود باي.
ليه؟ علشان could وشد وود بيجوا بعدين فعل في المصدر. اوعى تنسى اللقطه دي. طيب مستر انت عايز تقول لي ايه؟ طيب عايز اقول لك كده ان انا لو جبت لك سؤال زي ده وقلت لك احمد said that he ate not food. he ولا my ولا his ولا we؟ يلا ادي سؤال اهو، سؤال اهو، بس ده يختار. ممكن تبقى ايه؟ احمد said that he ate not food. عايز اقول احمد، هي الجمله دي متحوله ولا مش متحوله؟ مستر تعالى اقول لك حاجه. لو انت لقيت الجمله فيها اقواس تعرف ان دي قلنا لسه قايلين دي جمله ايه؟ عايز تتحول فحولها. لكن لو لقيت الجمله عاديه كده تعرف ان دي متحوله الا كلمه. يعني ايه مثلا متحوله الا كلمه؟ ادي دي جمله عايزه ولا متحوله الا كلمه؟ لا والله مثلا دي جمله متحوله الا كلمه. عرفت منين؟ عشان مفيش اقواس. طب تعالى الاجابه هتبقى ايه؟ عايز اقول احمد قال ان هو اكل اكله، فهتبقى ايه؟ هتبقى his، هتبقى his food. خد سؤال تاني. اجي اقول لك نور said that she not her room. she clean ولا has cleaned ولا is cleaned ولا cleaned على طول؟ ها سؤال زي ده يا مستر، الجمله دي متحوله ولا عايزه تتحول؟ والله يا مستر دي متحوله ولا عايزه تتحول؟ متحوله الا كلمه. حلو، يبقى الجمله دي انا عايز الماضي في الاختيارات. ايه في الاختيارات ماضي؟ ايه؟ اخر ثلاثه ماضي. دي مضارع تام. از دي مضارع. كليني دي الماضي. اوعى تنسى هاز واز دول مضارع يا جماعه. هاز واز دول مضارع. مضارع ولا تعال مستر فاكر الحوار ده؟ قلت لك مهم. تعال خد واحد برضو مهم قوي. ده ارجع جامد بقى. يعني ارجع جامد. انا بحول الازمنه ودي اخر لقطه تبقى خلصتها. يعني ايه مستر انا بحول الازمنه؟ يعني مثلا دلوقتي لو انا بقول انا، اسمع، انا جعان دلوقتي، فمروان لما هينقل الكلام هيقول والله المستر كان جعان من شويه. دلوقتي هتبقى من شويه. طب ما تيجي تاخد الحاجات ده بالانجليزي. انا مثلا معايا حاجه اسمها ناو يا مستر هتبقى ايه؟ زن. انت مش حافظهم ولا ايه؟ دول ما انا قلتهم عشان حاسس تهديد يعني. ناو هتبقى ايه؟ زن. طب توداي هتبقى ايه؟ that day. ماشي that day. طب tonight ايه؟ that night. ماشي tonight هتبقى that night. لازم تحفظوا الحاجات دي لازم. طب لو انا قلت مثلا yesterday هتبقى ايه بقى؟ هتبقى حاجه من اتنين. عارفهم؟ لا ازاي يعني؟ ايه؟ نسيتهم ازاي؟ yesterday هتبقى ايه بقى؟ ها نقعد نفتح احنا بقى في السنتر. وايوه انا ايه؟ لا اله الا الله. ركز معايا. yesterday اللي هي امبارح هتبقى اول امبارح. هتبقى the day before yesterday اليوم اللي اول امبارح، او هتبقى the previous day اليوم اللاحق. طب لو انا يا مستر قلت tomorrow، اسمع بقى،
لو انا يا مستر قلت تومورو فاكرها ولا نسيتها؟ اكيد نسيتها، اكيد نسيتها. تومورو يا مستر هتبقى the day after، اليوم اللاحق، او هتبقى the following day. وخدوا بقى يا شباب الكام لقطه دي بصمجوها بقى، احفظوا اللي انا هقوله ده، احفظوا. تعالى كده هات، انا عايز لون مش مكتوب خالص، هات لون اسود. مروان احفظ الحاجات دي. اول لما تلاقي the day after او the following day في الجمله تعرف اللي انت هتختار would والمصدر، مش will، لا would، عشان ده مستقبل بعيد فاهم، فهتبقى would والمصدر. اول لما تلاقي the day before احفظ الحاجات دي، او the previous day هتختار had زائد البي بي. اول لما تلاقي then تعرف ان الحوار فيه was او were زائد الاي ان جي. الثلاث حاجات دول حفظتهم انت بصمجت الريبورتد سبيتش، حفظت. تعال خد الاسئله، تعال خد الاسئله. واحد، I said that I not TV then، وقلت لك الاختيارات هتبقى watch ولا تبقى watched ولا هتبقى is watching ولا هتبقى was watching. اول لما نبص على سؤال زي ده العيال الشاطره هتتلخبط ما بين اجابتين، الشاطره، لكن شويه البهايم على طول البهايم يلا ايه watched غلط. العيال الشاطره بقى هتبقى مزومه على اجابتين. انت كده كده دي جمله متحوله الى كلمه ولا عايز تتحول؟ متحوله الى كلمه، يبقى ده انا كده عايز الماضي. انا معايا حاجتين ماضي، يا اما watched يا اما was watching، دي ماضي ودي ماضي. طب يا ترى انهي اللي هتبقى صح؟ ها وليه؟ عشان في زن من شويه، انا كده مرجع للماضي المستمر. زن بترجع لي ماضي مستمر، ادي قلت لك اول ما تشوف زن اختار ووز او وير ولا ان جي، فالاجابه مثلا هتبقى ايه؟ هتبقى ووز واتشنج. الحاجات دي بصمجه، شوف ده حط ده، شوف ده حط ده، ما فيهاش. خد اللي بعده. لو انا مثلا جيت قلت لك ايه مثلا حاتم told that he not a car the day أو the following day يا عم، the following day. يلا تعالى كده اكتب لك الاختيارات واقول لك هتبقى will buy ولا bought ولا would buy ولا had bought. مستر الجملة دي متحولة ولا عايز تحول؟ والله يا مستر الجملة دي كده متحولة لكلمة. حلو. طب أنا معايا the following day، مش بتفكرك بحاجة؟ أهي أدي the following day أو the day after، أول ما تشوفها بتختار إيه؟ would والمصدر، فالإجابة مستر هتبقى إيه؟ هتبقى would buy. وحياة عينيك احفظ، ذاكر. طبعا في حاجات لسه زي here هتبقى there، this هتبقى these هتبقى those، فاهم كده يعني الحاجات دي. ادي خد اهي، this هتبقى that، this that، these هتبقى those، اللي هو فاهم هنا هناك ذي القريبه ذي البعيد، فاهم انت بتبعد كل مره بتبعد. الحاجات دي بصمجها. احنا كده نبقى خلصت مراجعه ابريل. هتخش على اول كومنت عندي هتلاقي في التشانل بتاعت الواتساب، هتخش عليها هتلاقيني منزل اهم الكلمات، تذاكرها كويس جدا، تذاكر الكلمات وتذاكر دول. انت كده هتخش ان شاء الله على مراجعه ابريل
خش على الامتحان تك تك تك، تحل وهتراقب وهتظبط الدنيا. قشطات. اتمنى المراجعه كانت تبقى خفيفه عليكم. اوعى تنسى تذاكر، اتعب، اجتهد، استحمى. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.